السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفقنا ان مفيش احلى من حلويات بعد الفطار في رمضان. تعالوا النهاردة نعمل حلو كده، حاجة جديدة كده اسمها كيكة الجلاش، وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوة. بصوا يا جماعة مورقة وتحفة ازاي، وعايزة اقولكوا فعليا هي ما بتاخدش غير 10 دقايق بس عمايل، و20 دقيقة في الفرن. هجيب عندي صينية دهنها كويس جدا زي ما انتوا شايفين، ولو عندك ورقة زبدة طبعا حطي. بعد ما دهنتها كويس جدا بقى اي لفة جلاش عندك، هجيب كده ورقة الجلاش اقسمها نصين زي ما انت شايفة، وبعد كده اعملها نصين واقوم عاملاها زي المنديل، واقوم مكرمشاها اي كرمشة زي الكورة كده، بس ما تضغطيش عليها جامد. هنعمل نفس العملية دي في باقي ورق الجلاش زي ما انتوا شايفين. هناخد اهو الورقة اقسمها نصين، بعد كده اطبقها واقوم ماسكاها زي المنديل، واقوم مكرمشاها زي الكورة كده، بس ما اضغطش عليها جامد. هكرر نفس العملية في باقي لفة الجلاش بتاعتي، واحطها بقى كده كلها مع بعض في الصينية، واقوم قربهم كده من بعض. وهبدأ دلوقتي ان انا هخرمها كده، عشان دلوقتي هنعمل دريسنج كده نحطها عليه وهقول لكم عليه. زي ما انتوا شايفين هو بدأت ان انا اخرمها. تعالوا بقى نعمل دريسنج. هنجيب كوبايتين لبن، عليهم نص كوباية لبن بودرة، معلقتين كبار نشا، رشة ملح بسيطة، نص كوباية سمنة على زيت، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيليا. اقلبهم بقى كويس جدا بالميكسر، واقوم مشربة الجلاش بيهم زي ما انتوا شايفين كده. اغرق الجلاش بيه وافضل اضرب الصينيه كده لحد ما اتاكد انها شربته. ادخلها الفرن بالظبط تلت ساعه زي ما انتوا شايفين طلع بالجمال والحلاوه دي. اخرمها تاني بقى اي شربات عندك، بس يفضل ان الشربات يكون بارد. الاول حطيت عليها شويه فستق كده، وطبعا جبت الشربات بتاعي البارد غرقتها بقى زي ما انتوا شايفين. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، بصوا شكلها ولونها عامل ازاي بجد يا جماعه، من احلى الحلويات اللي ممكن تدوقوها. وطبعا رمضان احلى حاجه فيه اننا نفنن، وطبعا نفنن باننا نوري اللي قدامهم احنا بنحبهم قد ايه في الحلو، لان طبعا رمضان بيحل الحلو. وما اقولكوش بقى على الجمال والحلاوه، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا خرابي على الجمال والحلاوه بجد. احلى كيكه جلاش ممكن تدوقوها، بجد طعمها رهيب. لازم تدوقوها وتقولوا لي هي بتفكركم بايه، لانها بتفكرني بحاجه بس انا مش فاكره ايه هي. زي ما انتوا شايفين كده بقطع كده الحته عشان اوريها لكم ورقه ازاي وجميله، يا خرابي على الجمال. مع كوبايه كده تمر هندي ولا كوبايه كركديه، المزاج هيروح في حته تانية خالص. بجد خطيره، لازم تجربوها، والف هنا وشفا.